عمرك فكرت ابتسامتك ممكن تأثر ازاي على اللي حواليك؟ بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم، سنسوداين بتتحداكوا عشان نشوف مين فيكو هيخلي أكبر عدد من الناس تبتسم. يلا بينا ربنا يلا. اسمك ايه؟ نعيمة. اسمك جميل جدا. بيحقق لك كل حاجة نفسك فيها. اتفضل. الحكايه دي انت في منتهى الشياكة حبيبي. فاكرني طبعا اقول لك طلعني على الشارع وبتاع. اتفضل يا عم سعودي. مش هنطيب. وانت طيب يا عم سعودي. اللهم صل على النبي. بص يا باشا، انت نجم اليوم حتى لو ما حدش عارف. انت تاخدنا حاجه، تاخدنا صباح الفل. حاجه ثانيه. لا تمام. اضحك يا عم طارق. صون طيب. شكرا. اتفضل اتفضل يا حاج. اضحك. ده انسب وقت احسب لكم على حمص الشام. قول له يا عم بعت شربيتك ليه؟ انت بتشرب ايه؟ احنا برضه زي ما انت والله العظيم. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اسمك كريم ايه؟ ابتسامتك بتحليك، علشان كده علاج حساسية الأسنان والاهتمام بصحة الفم مهم جدا عشان تقدر تستمتع بالأكل والشرب بدون ألم وتفضل دايما مبتسم. ابتسامتك هي تبرعك لعلاج أسنان مليون مصري. انضم لمبادرة سنسوداين، شارك بابتسامة واستخدم الهاشتاج ابتسامتك دوا لأي حساسية، وكل مرة هتستخدمه هنعالج ناس أكتر.